بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. بعد الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هبدأ معاكم فيديو تغيير مرعى للفراخ البيضة اللي هي كان احنا بنربيها طبعا كل سنة. انا عن نفسي بربيها كل سنة لرمضان. طلع اكلهم، فايه قلت اوريكم الفيديو ده تستفيدوا منه بظل غلاء البادي والحاجات دي الاعلاف. لا اله الا الله. انتي بتعملي حاجات من البيت بعد ما بتاكليهم شهر، فبعد الشهر دهوت بتحط لهم بقى اللي عندك في البيت زي الحاجات دي، رز مثلا وبطاطس وخيار وطماطم، الحاجات اللي ايه فضلات المطبخ. زايد بقى ايه، قشر البطاطس وقشر البصل، قشر البطاطس قشر البصل قشر توم، كله قشر ليمون، ده وقاية وتحصيل له. ده بقى عيش على رده اهو، عيش على رد. وده بقى ايه نسبة من البادي اهو انا بقربهولك، ودي شيشة صفرة، يعني يبقى من ده ومن ده. دي بتشيل معاكي اوزان وتحط لهم كل اللي عندك وبتاكليهم وتشبعيهم، يعني ايه كل اللي موجود عندك في البيت. بيغيروا مرعى وبينزلوا الهرمون من جسمهم والحاجات اللي ملهاش لازمة دي، وبتوفري في الأعلاف والحاجات دي كلها. هخليكي معايا وصلي على النبي. هخش أحط معاكي للفراخ البيضة زي ما قلت لحضراتكم، أنا بربيهم كل سنة وما بفضلهمش طول السنة لأن بياكلوا فلوس كتير 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 ومش مفيدين، يعني زي الايه الطيرة البلدي اللي هي بتبقى طبيعية اللي بتقعد عندك سنة وكده. فبعد ما بتأكليهم شهر بادي خام، بت ايه بت بتحط لهم من كل اللي موجود عندك ده. لو انتي مربياهم لبيتك وعايزة حاجة نظيفة تاكليه، كمان لو عندك شوية غلة بتدشيهم وتحطيهم على الحاجات دي، تبقى رائعة وجميلة وبتديهم غذاء. ما عندكيش غلة، في ردة بتنباع كيلو 17 جنيه اهي، بتحطيهم لهم تقطعي لهم عيش على ده على كل الحاجات دي كلها. وايه هدخلها معاك وخليكي معايا وصلي على النبي وعليكي بالذكر والاستغفار والطاعة والدعاء لآل غزة. انا اسفة عشان المكان ده مكان الطيور وفيه بهدلة يعني، بس كان لازم اصوره لكم عملي وانا بحط الحاجة. خليك معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليك بالذكر والاستغفار. هنقلب شوية رد عشان احط معاكم رد على العيش مع الدش كده اهوت. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. هخلص واقلب وارجع لك. معلش عشان انا اللي بصور مش مالكة يعني. هنحط كمان حاجات من فضلات المطبخ، رز اهوت مثلا عشان لما بخش انا مش بقدرهم، ما بقدرهمش لما بخش، ما ببقاش حاكمة عليه اقعد حتى. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا خدت الحاجات الناشفة بس. بصوا قابلني ازاي. خش يا شيخ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا تعال يلا بصوا عشان هم دارين على الحاجات دي. بصي انا مش بعمل دورات فراخ والحاجات اللي بتعملوها دي، لا انا ما بحبش المبالغه في فيديوهاتي يعني ولا في الحاجات دي. انا اللي يهمني سبحانه وتعالى ان ايه ادي معلومه وتكون خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. بصي ما شاء الله احجامهم، ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر. وانا كان عندي ما شاء الله وذبحنا يعني والحمد لله ذلك فضل الله. فقلت بعمل لهم فيديو يستفيدوا، لاني انا بشوف فيديوهات ملهاش اساس من الصح وبتكون خطر كمان.
صحيا على الناس والكلى والحاجات دي. أنا وزعتها لهم هيت على مكانين، فهم ما شاء الله يكونوا 10 مش كتير يعني، اللي فاضل الحمد لله، ذلك فضل الله. ف لما تعملي وتوفري في الأعلاف وتوفري في يعني تبقى حاجة مفيدة وصحية وريحتهم جميلة في التحمير وفي الأكل. وبعدين مش لازم كمان تحطي في العلافة في السن ده، لأن بيقلبوا العلافات، فأنا بحط لهم في حاجة كده ما شاء الله الله أكبر، هما بيبقوا شايلين اللوز يعني. أنا عايزة أقول للناس اللي بتعمل فيديوهات ساعة وساعة إلا ربع وساعة، يعني هي الناس فاضيالك تشوف الفيديوهات دي كلها، تشوف الوقت ده، تسني كده تذكر ربنا وتصلي فرض وتشوف شغلك كله يعمل يعني عمل صالح. نزلي فيديوهات والله ييسر لك أمرك ويوسع رزقك، بس ما تشديش الناس تقعدي ساحتين. ايه ده؟ لا اله الا الله، ربنا يهدي، ربنا يهدي. لا اله الا الله، عليكم بالذكر والاستغفار والطاعة والصلاة على النبي والدعاء لآل غزة ساعة الفطار، وربنا ينصرهم يا رب، ويشفينا ويشفي كل مريض. كل سنة وانتم طيبين.